المركز العاشر الظهير الأيسر فابيو كونتراو. وصل كونتراو إلى ريال مدريد بطلب خاص من البرتغالي مورينيو في عام 2011 بعدما دفع ريال مدريد مبلغا يقارب 30 مليون يورو. لم يتمكن كونتراو الذي كان يصول ويجول متألقا مع بنفيكا من إثبات نفسه في ريال مدريد، فخسر المنافسة أمام مارسيلو، وكانت أغلب أوقاته أسيرا لدكة البدلاء منتظرا غياب مارسيلو أو مباراة في الكأس، ليذهب في النهاية إلى موناكو معارا قبل أن يعود في الموسم الحالي ليملأ مكانه في دكة البدلاء من جديد. في المركز التاسع نيكولاس أنيلكا. كان أنيلكا أحد أهم المواهب الشابة في وقته بعد انتقاله من نادي باريس سان جيرمان إلى مدفعجية أرسنال، مما دفع ريال مدريد للتوقيع معه مقابل 20 مليون يورو في عام 1999، متوقعين أنهم قد حصنوا مركز الهجوم لسنوات طويلة بوجود أنيلكا إلى جانب راؤول غونزاليس، ولكن لم يكن الحال كما توقعوا، فمشاكل أنيلكا لم تتوقف مع المدرب والإدارة ومن ثم الجمهور، ليهم راحلا إلى باريس سان جيرمان بعد سنة واحدة من التوقيع معه. وفي المقابل يجب علي ذكر أن أرسنال استغل المال القائم من صفقة أنيلكا على المهاجم الفرنسي الشاب آنذاك تيري هنري. في المركز السابع أسير إيرامندي. بعض الأسماء من هذه القائمة هي للاعبين لم ينجحوا في إثبات نفسهم فطفأ نجمهم، ولكن هذا الشاب الإسباني لم يأخذ فرصة لذلك. انضم إيرامندي من سوسيداد في عام 2013 بعقد تجاوز 30 مليون باوند، وهو أعلى مبلغ دفعه ريال مدريد على لاعب إسباني، ولكنه كان من الصعب على أنشيلوتي أن يعطيه فرصة للعب في خط وسط تواجد فيه لوكا مودريتش وتشابي ألونسو ودي ماريا، إلى أن خاب حلمه وعاد إلى منزله سوسيداد بمبلغ 25 مليون باوند. في المركز السادس أنطونيو كاسانو. لطالما كان الإيطالي كاسانو موهبة عظيمة، ولكنه كان دائما محبا للمشاكل، وأيامه في ريال مدريد كانت كارثية على جميع الأطراف. مع أنه لم يكلف خزائن النادي إلا 5 ملايين يورو فقط، إلا أنه كان استثمارا فاشلا. لحقت كاسانو مشاكلا كثيرة حول سهراته وتواجده دائما بقرب النساء، والأهم من ذلك كان زيادة وزنه الكبيرة، إلى أن آل فيه المطاف في النهاية بعد موسم ونصف راحلا إلى سامبدوريا الإيطالي. ألفير باليتش. الجناح البوسني تمكن من إثبات نفسه في الدوري التركي، مسجلا هدفا في كل مباراتين مع فنربخشة، ولكن انتقاله الذي كلف ريال مدريد 26 مليون يورو في عام 1999 كان مفاجئا للجميع. أقصت بعدها الإصابات اللاعب من التشكيل، وبدأ في رحلة الإعارات قبل أن يذهب في النهاية بشكل مجاني إلى نادي غالاتاسراي. في المركز الخامس وولتر سامويل. في عام 2004 كان وولتر من أشرس المدافعين على الإطلاق، ملقبا آنذاك بالحائط، ولحق هذا انتقالا إلى ريال مدريد بمبلغ 25 مليون يورو، ولكن للأسف لم يتمكن سامويل من التأقلم مع مدريد، وعاد بعدها بعام واحد للعب مع إنتر ميلان ليكسب هناك الكثير من الألقاب، أهمها دوري أبطال أوروبا مع جوزيه مورينيو في عام 2010. في المركز الرابع نوري شاهين. الدولي التركي شاهين خرج إلى الأضواء في عام 2005، حيث أصبح مع بروسيا دورتموند أصغر لاعب يسجل في الدوري الألماني بعمر 17 عاما و82 يوما. ربح أيضا لقب الدوري الألماني مع جائزة أفضل لاعب في البوندسليغا سنة 2011، ثم 10 ملايين يورو أخذته إلى ريال مدريد، ولكنه قضى أول 3 أشهر له مصابا، وكان غير قادر على أخذ مكان سامي خضيرة أو تشابي ألونسو عند عودته. في موسم 2012 ذهب معارا إلى ليفربول، ولكنه لم يقضي أكثر من نصف موسم هناك قبل أن يرجع معارا أيضا إلى دورتموند، ثم وقع عقدا دائما معهم في عام 2014 مقابل 7 ملايين يورو. في المركز الثالث رويستون درينثي. اسم قد يذكره بعضكم. درينثي والذي كان شابا واعدا آنذاك كلف ريال مدريد حوالي 30 مليون يورو في عام 2007،
بدأ بداية جيدة، لكن سرعان ما ساءت الأمور إلى درجة إطلاق الصافرات الدائمة عليه من جماهير الملكي، حتى ذهب معارا إلى هيركوليز ومن ثم إلى إيفرتون. بعد هذا تنقل بين العديد من الأندية، وإلى الآن لا يفهم البعض كيف ارتدى هذا اللاعب يوما قميص ريال مدريد. في المركز الثاني ريكاردو كاكا. في موسم 2009 انضم النجم البرازيلي إلى قائمة الجلاكتيكو الخاصة بريال مدريد بعد قضائه ل6 سنوات في AC ميلان وفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية. وكان اللاعب من أفضل اللاعبين ذاك الوقت، وارتقى إلى ثاني أغلى لاعب في العالم بمبلغ انتقال وصل إلى 65 مليون يورو. بدأ ريكاردو كاكا بشكل رائع مع الفريق قبل أن تسوء الأمور بسبب إصابة في الركبة، ووصول الثنائي مسعود أوزيل وأنخيل دي ماريا صعب الأمور للغاية. في النهاية ترك كاكا ليعود إلى ميلان بدون مقابل، مع أن أهدافه 29 كانت جميلة، ولكن لم يكن هذا ما انتظرته إدارة ريال مدريد من لاعب الموسم. في المركز الأول جوناثان وودغيت. كان جوناثان في سنة 2004 واحدا من أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي متألقا مع نيوكاسل. دفع ريال مدريد 13 مليون يورو لتأمين توقيعه، مع أنه كان مصابا في تلك الفترة، ولكن بعد تعافيه تمنت جماهير ريال مدريد لو أنه ما زال مصابا، بسبب أدائه المتدهور مسجلا أهدافا في مرماه ومتلقيا الكثير من البطاقات الحمر. رحل جوناثان معارا بعد 14 مباراة فقط، 9 منها في مسابقة الليغا، مسيرة جعلت منه أسوأ انتقال لريال مدريد في القرن 21. كان هذا كل شيء أصدقائي، وفي النهاية كما دائما شكرا على المتابعة. ادعمنا بزر الإعجاب إذا عجبك الفيديو وشاركه مع أصدقائك. دمتم بأمان الله.